أخيراً مايكروسوفت بدلت واحد من أكثر الحوايج اللي كانت كتعصب في ويندوز 11. واش عمرك طفيتي بيسي وانت مستعجل ولقيتيه بدا كيدير ابديت بوحدو؟ هاد الفيلم غادي يسالي. تحكم كامل في شوت داون وريستارت. دابا ولات عندك 4 الاختيارات واضحين: شوت داون بلا ابديت، ريستارت بلا ابديت، ابديت اي شوت داون، ابديت اي ريستارت. يعني بيسي ديالك غادي يدير غير داكشي اللي اختاريتي نتا. بونز التحديثات بطريقه جديده حتى ل 35 يوم، وتقدر تعاود تمددها مرات بلا حدود. يعني عمليا تقدر توقف ابديتس مده طويله بزاف. زير ابديت ليتر في التثبيت ديال الويندوز، ادخل مباشره للديسكتوب والتحديثات تكمل في الخلفيه. وضوح اكثر في التحديثات، ما بقاتش غير ارقام غامضه، غتعرف واش ابديت ديال ديسبلاي ولا اوديو. ولكن انتبه، بعض الاجهزه طلع لهم بيت لوكر ريكفري، كاين بوغ كيخلي بيسي يدير ريستارت بدل شات داون. الميزات مازال في انسايدر، يعني تجريبيه. الخلاصه، ويندوز 11 بدا اخيرا كيعطيك التحكم، وما بقاتش التحديثات تفرض عليك راسها. قول لي، شنو اكثر حاجه كانت كتعصبك في ويندوز ابديتس؟